عند ام احمد في دار السلام، ارخص خضريه فيك يا مصر. بتبيع الخضار تقريبا بسعره، وشعارها هفرح الغلابه. معاك هتاخد، معاكش هتاخد. صباح الفل يا ام احمد، عامله ايه؟ عامله ايه؟ انت لسه صاحيه ولا ايه؟ لا طبعا من بعد صاحي من بدري. قولي لي الخضار بكام النهارده؟ خضار. اه الخضار. الفلفل ب 15 والبامية ب 60 والبتنجان ب 14. طب انت ليه مشهوره هنا؟ ليه كل الناس بتقول لي عند ام احمد الخضار عندها صابح وحلو ورخيص؟ ليه بقى؟ عند ربنا بقى، المحبة دي من عند ربنا. ولو جات لك حق واحده قالت لك معيش تعملي ايه؟ هديها. هتديها؟ ساعات بترخص السعر عشان خاطر الناس الغلابه فعلا. ايوه نرخص عشان نمشي. علي صوتك يا ام احمد. عشان نمشي. عشان تمشي. وكل يوم بتيجي هنا مشوار طويل عشان تفرحي الناس وتبيعي برضه. النهارده تبقى بيع الباميه بكام؟ 60. 60 جنيه. نفسك في يما؟ انا الحمد لله مش عاوزة حاجة، ربنا يسترنا دنيا واخرة. مش عايزه اي حاجه خالص؟ لا مش عاوزة ولا حاجة. اي حاجه نعملها؟ لا والله مش عاوزة حاجة من الدنيا الا السترة بس. ما حتى نفسكيش كده. تروحي تزوري سيدنا النبي؟ يا ريت، ده احلى حاجة بقى، دي اللي الواحد نفسه فيها، نفسي لأمي كمان، مش ليا انا. طب ما تدعي دعوه كده يمكن ربنا يكرمنا النهارده وكل مشاهدينا يدعوا معاكي فتروحي تزوري سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ربي يكتبها لكل مشتاق، يا رب يكتبها لكل مشتاق، يكتبها لنا ولكل مشتاق. طب انا ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن تديني ربع كيلو باميه هديه؟ هديك ربع كيلو بامية. ربع كيلو على بعضه. يعني هتوزني قدام الكاميرا؟ يعني وزني لي ربع كيلو هديه. ايه ربنا الضحكه الحلوه دي والله. يزين لك احوالك ايه. ربنا يسعد قلبك يا رب. يا رب. ام احمد ارخص خضريه في دار السلام. تعال اشتري وانت مطمن، الخضار صابح والسعر على قد الايد. قولوا يا رب ونفرح الغلابه.